السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نأخذ خصائص الضرب وقواعد القسمة. دائما نبدأ بسم الله، نتوكل على الله. نتذكر هذا الدرس ليس جديد، أخذناه في الصف الثالث يا أصدقائي، ونكرر مرة أخرى. لاحظوا هذا السؤال: يعرض الجدول الأعمال النظامية التي قامت بها سندية وحميد. هو تجني سندية 3 دراهم مقابل كل عمل، وحميد درهمان. ما مقدار ما يجني كل منهما في مقابل إتمام الأعمال النظامية؟ فتقول لي أستاذي بأن عدد الأعمال النظامية لحميد 1 و2 و3، فتقول لي 3 ضرب ماذا أستاذي؟ 2، كم يساوي 6. بينما سندية تعمل وجبة 2، فنقول هنا العدد الأعمال النظامية 2 وتقبض 3، فلاحظ أن الإجابة نفسها 6. ما الذي نستنتج؟ نستنتج أستاذي الذي يهمني في هذا السؤال أنه 3 ضرب 2 يساوي 2 ضرب 3 ويساوي 6، وهذه خاصية تبديلية. إذن أستاذي 6، وهذه خاصية التبديل في الضرب. إذن خاصية التبديل في الضرب 4 ضرب 2 نفسها 2 ضرب 4 8، فلا يغير الترتيب الناتج. خاصية العدد المحايد في الضرب. أستاذي ماذا يعني العدد المحايد؟ أي شيء ضرب 1 يبقى كما هو، و4 ضرب 1 4، 5 ضرب 1 5، 6 ضرب 1 6، 7 ضرب 1 7. خاصية الصفر في الضرب. أي شيء ضرب 0 يساوي 0، فنقول 9 ضرب 0 0، 100 ضرب 0 0، مليون ضرب 0 0، أي شيء ضرب 0 0. أستاذي هنا قواعد القسمة. الأصفار في القسمة. أستاذي 0 على أي عدد يساوي 0، ف0 تقسيم 5 يساوي 0. واضح؟ ولا يمكن قسمة أي عدد على 0، يعني 5 تقسيم 0 هذا لا يجوز، هذا غير معرف، فقط احفظها بهذا الشكل. العدد 1 في القسمة. عندما نقسم أي عدد على 1 يكون الناتج القسمة هو العدد المقسوم، ف7 تقسيم 1 7، 4 تقسيم 1 4. ولكن إذا قسمنا أي عدد على نفسه يكون ناتج القسمة 1، 4 تقسيم 4 1، 5 تقسيم 5 1، 7 تقسيم 7 1. نأخذ هذا المثال: توجد 9 هدايا و9 ضيوف، فكم عدد الهدايا التي سيحصل عليها كل ضيف؟ تقسيم 9 تقسيم 9 1. واضح؟ بهذا الشكل قسمة العدد على نفسه 1. ما الخاصية أو القاعدة؟ هذه خاصية التبديل في الضرب. واضح؟ أي شيء ضرب 0 أستاذي؟ أي عدد ضرب 0 يساوي ماذا؟ 0. بهذا الشكل. حدد القاعدة التي تعرضها كل معادلة. قسمة العدد على نفسه يساوي 1. قسمة أي عدد على 1 يساوي العدد نفسه. 8 ضرب 0 0، ضرب أي عدد في 0 يساوي ماذا؟ 0. 0 تقسيم 12، 0 قسمة أي عدد يساوي 0. 4 ضرب 3 يساوي 3 ضرب 4، هاي خاصية التبديل في الضرب. خاصية التبديل في الضرب. 22 ضرب 1 يساوي 22، هذه العنصر المحايد في الضرب وهو 1. أوجد قيمة كل مجهول بتحديد الخاصية. لاحظوا هنا 4 وهنا 8 وهنا 8، فالناقص 4، وهذه خاصية التبديل في الضرب. ثلاثة تقسيم ماذا؟ 1. 3 تقسيم 3. قسمة العدد على نفسه يساوي 1. ضرب 15 شيء ضرب 1 يساوي 15، الإجابة هي 15. ضرب العدد في 1 يعطي نفس العدد التي هي ماذا؟ العنصر المحايد في الضرب. 0 تقسيم أي عدد يساوي 0. 0 قسمة أي عدد، طبعا غير صفري
يساوي صفر. طب لو قسمنا صفر على صفر كمية غير معرفة يا صديقي. حل المسائل. في إحدى رحلات التنزه سيرا على الأقدام تنزه طارق وعبد العزيز لمسافة 9 كيلومترات، وقد تنزهها لمدة 6 أيام. تنزه كل من عبيد وخميس 6 كيلومترات في اليوم. كم عدد الأيام التي استغرقها عبيد وخميس من أجل قطع المسافة نفسها التي قطعها طارق وعبد العزيز؟ طارق وعبد العزيز قطعوا 9 ضرب 6. إذن 9 ضرب 6 يساوي 6 ضرب مجهول. إذا ما المجهول أستاذي؟ المجهول هو 9. إذن عدد الأيام 9. خاصية ماذا؟ التبديل. توجد 6 أرفف في المكتبة وكل رف 8. إذن 6 ضرب 8. فكم عدد الكتب الموجودة على جميع الأرفف؟ 48. استخدم خاصية التبديل لكتابة جملة الضرب بطريقتين. 8 ضرب 6 أيضا يساوي 48. هنا اكتب مسألة الضرب في التبديل والضرب لحلها. مع أحمد 5 دراهم وضاعفها 3 مرات، ومع سميرة 3 دراهم وضاعفتها 5 مرات. أو كم مرة ضاعفتها؟ كم مرة ضاعفتها سميرة حتى يصبح لديها نفس مبلغ أحمد؟ مثال هكذا: 5 ضرب 3 3 ضرب 5. الواجبات نحلها لكم يا أبطال. حدد الخاصية التي تعرضها هذه العنصر المحايد في الضرب. هذه قسمة هي عدد على 1 يساوي العدد نفسه. حدد الخاصية أو القاعدة. 5 تقسيم 1 5. أيضا قسمة أي عدد على 1 يساوي العدد نفسه. 9 ضرب 8 يساوي 8 ضرب 9. هاي خاصية التبديل. 0 تقسيم 12 0. قلنا 0 قسمة أي عدد يساوي 0. مع إسماعيل 3 علب من الأقلام تحتوي كل واحدة على قلمين، ف3 ضرب 2 يساوي مجهول ضرب 3، فالمجهول يساوي 2. هذه هي السؤال. اكتب جملة عددية لكل قاعدة وخاصية. العدد 1 في القسمة. 5 تقسيم 1 5. خاصية التبديل في الضرب. 2 ضرب 3 يساوي 3 ضرب 2. الأصفار في القسمة. 0 تقسيم 7 0. خاصية الصفر في الضرب. 0 ضرب 10 0. خاصية العدد المحايد في الضرب. 5 ضرب 1 5. ما الناتج الذي تخبرك به خاصية الصفر؟ 0، لأن أي عدد ضرب 0 يساوي 0 بهذا الشكل. إذا عجبكم الفيديو لا ننسى نضغط زر اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم بحفظ الله ورعايته.